السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوية طعمية بقى أو طبق طعمية هيرجعكم لذكريات بتوقيت الساعة 7 الصبح كده وانتي رايحة مدرستك في صيف أو شتاء، وإذاعة القرآن الكريم شغالة على تلاوات نادرة للشيخ محمد رفعت، وعم بشندي أو عم أيا كان اسمه على أول نصة الشارع بيعمل شوية طعمية عظمة. هم دول. تعالي بقى من غير لوك كتير هنشوف الطعمية العظمة دي اتعملت ازاي. وأول حاجة هتجيبي نص كيلو من الفول المدشوش، هتغسليه كويس وتنقعيه في مية لمدة 3 ساعات أو 4 ساعات أو 6 ساعات براحتك خالص على حسب الوقت، المهم ما يقلش عن 3 وما يزيدش عن 6. وتغيري المية عليه عشان نتخلص من المادة اللي بتطلع منه، والمادة يعني بتعوق امتصاص المواد الغذائية اللي موجودة في الفول ده. تمام كده. ربطتين من الكرات مغسولين كويس جدا وانا مقطعاهم او قصهم بالمقص، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، بصلة كبيرة او بصلتين صغيرين جدا، انزلي عليهم في الخلاط بنص كوباية من المية، والنص كوباية المية دي علشان تحرك لي الخلاط او تمشيهولي. انا عملت الخطوة دي مرضتش اضيف من الاول الفول مع الخليط كله ده والخضرة والكلام ده علشان خاطر انا عايزة اخد اللون الفستقي الاصيل المميز للطعمية. انزلي بقى بشوية شوية كده او حبة حبة تزيد محبة من الفول المدشوش ده على حد ما ينعم خالص اهو، شايفة ينعم. اول بقى ما احس ان الخلاط خلاص هيتقل معايا واكتفى كده، يعني لا اما تزيدي له، هنزيد له بقى شوية خضرة تاني لوحدهم اهو، اللي هي يعني الكرات مع البصل هننزل عليهم تاني اهو، شايفة بقى كده بعد ما اتضربت ونعمت خالص اهو. ضيفي بقى ايه الكرات او الكرات على حسب ما بتسموه يعني، واضربي تاني. شايفة اللون ده بقى؟ هو ده اللون. انا عايزة اعمل اساس وصوص قوي للخلطة دي، يعني تلون لي عجينة الطعمية كلها، فعشان كده ضربت الخضار الأول لوحده شوية، جزء من ربع الخضار يعني يا جماعة عشان ما تتهوش مني. تعالي بقى لازم تجيبي مصفى ضيقة خالص زي مصفة العصير كده، وتنزلي بعجينة الطعمية وبالمعلقة أو السبياتولا المتاح عندك، وتغطي جامد بحيث تنزلي لي المية دي، لأن المية دي مصيبة لو فضلت في الطعمية هتخليها تفك منك في الزيت، وهتقعدي تدوري على قرص الطعمية في الطاسة راح فين يعني. تغطي جامد. وده اول كده جزء في العجينة، شيليه في طبق تاني لوحديه، شايفة ما فيهاش ولا نقطة مية. تعالي بقى انزلي بشوية صغيرين من الخلطة دي من المية دي، وانزلي بقى. انا خلطت باقي المكونات كلها مع بعضها لان انا خلاص خدت اللون اللي انا عايزاه في الاول، وهو ان شاء الله اللي هيكون ملون العجينة كلها. تمام. انزلي بقى بشوية من فوق وشوية من تحت عشان نحرك الخلاط كده. دي تاني شوية بعد ما اتضربوا برضو هنصفيها، وهكذا لحد ما تخلصي الكمية اللي معاكي كلها. انا مرضتش اضيف من الاول الخضار على الفول مع المكونات العجينة كلها، ليه؟ عشان ما كانتش هتديني اللون الفستق اللي انا عايزاه ده، وهتبقى عطاني لون مبيض على مصفر كده مش ظريف خالص. تمام كده. الاسهل ليكي شايفة بقى اللون ده؟ شايفة كده بعد انا ما خلصت العجينة وصفيتها. طب انا بقى عايزه افرزها، تفرزيها في المرحله دي واستني لان في تريكات جايه، احنا لسه ما عملناش الطعميه اصلا، دي الف باء طعميه. تمام كده. انا بقى تجيبي كوبايه وتجيبي اكياس للفريزر للحفظ يعني، وهتحطي فيها الكميه اللي على قد اسرتك، وبططيها كده وشلميها من الجناب وشيليها فوق بعضيها بحيث ما تاخدش مساحه منك في الفريزر. إيه إيه
تحضير الطعمية او العجينة جاية، استني ما تقوميش وتسيبيني، انا شايفاكي ومراقباكم واحد واحد. هنحفظها في الفريزر بدون اضافة اي توابل. تعالي بقى عشان نشوف الطعمية تبقى عظمة ازاي. معلقة من الملح على حسب بقى يعني التمليح بتاعك يعني وذوقك انتي، ومعلقة من الكزبرة تكون مجرشة شوية يا جماعة، ما تكونش ناعمة قوي، وربع معلقة شطة فقط لا غير. ممنوع 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 إضافة وفلفل اسود وبهارات لحمة، لأ مش طعمية دي والله، ما طعمية. انت عايزة طعمية عم كذا اللي على اول نصيد بشارعكم وانتي رايحة الصبح كده، يبقى هي دي هتضيفي بس وانتي بتضربي بالمضرب. وانا استخدمت المضرب هنا ليه؟ قبل الآلية الحركة دي تعمليها على طول، حتى لو هتطلعيها من الفريزر تعملي برضو الموضوع ده، التوابل والضرب ده. ما عندكيش مضرب كهربائي، عادي مضرب سلكي واضربي كده بحيث تدخلي لي هوا. ما عندكيش مضرب سلكي، رجعيها تاني الخلاط وخلي الخلاط مفتوح، الغطا بتاعه مفتوح من فوق، وسيبيها تاخد هوا، علشان الهوا ده هو اللي بيخليها لي هشة يعني وما تتكتمش. ده احنا كده بنعادل بالظبط المكنة اللي بيعملوا بيها في المحلات، اللي هو الكف، بيبقى زي كف كده يا جماعة، معدن او صلب بيضرب كده البتاع، هو اللي بيعمل الصوت القوي اللي احنا بنسمعه. تعالي بقى نسوي الطعمية بتاعتنا. اول حاجة طاسة محروقة يا جماعة، محروقة زي دي كده. هتقولوا لي ليه؟ اقول لكم معرفش، هي بتدي تيست وطعم حلو. زيت سخن غزير تنزلي فيه بأهم تركة هتخلي الجيران يخبطوا عليكي، بس اوعى تفتحي. نص بصلاية يا جماعة ونص قرن فلفل، عشان الريحة والتنكيه للزيت بيديله طعم جميل وبيخليها التست بتاع بره بالظبط. العجينة انا حطيت فيها رشة من الكزبرة الخضراء علشان خاطر هو ده الوقت اللي بنحط فيه الخضرة على العجينة اذا حابه يعني. انا بقى بعمل ايه؟ تبططي بايدك القرص على الحجم اللي انتي عايزاه ومفضل ليكي، وتاخدي بايدك ميه وتروحي حاطه من الخليط اللي في الطبق الازاز ده فيه شويه من السمسم وشويه من الكزبره، تديها طعم جميل. انزلي بقى في الزيت ده بالقراص بتطلع، شايفه القرص ملزقش في التاني والقرص ماسك نفسه بشخصيته، مفيش فتفوته خرجت براه الا طبعا السمسم والكزبره، ده شيء طبيعي. لكن العجينه بتاعتنا مظبوطه، ظبطت معلم تمام كده. وزي ما نسيت البصله والقرن الفلفل وحطيته متاخر، نسيت اقول لكم فين اللايك والاشتراك في القناه. شايفين شويه الطعميه دول ما يستحقوش. اهم حاجه بقى يعني بعد ما تحطيها هدي عليها شويه، يعني اول كام دقيقه كده على نار عاليه، وبعد كده هدي عليها عشان العجينه من جوه تستوي ما تبقاش يعني نيه. تمام. لما تيجي تخرجيها خرجي الاقراص على مصفى يا جماعه، وتحتيها طبق طبعا، علشان خاطر ما اوعي تخرجيها على ورق او تخرجيها على مناديل، لانها هتطريها ومش هتخليها مقرمشه زي ما تحبي. تمام كده. كل دي تريكات هتديكي سندوتش او شويه طعميه بريحه وطعم زمان، وقول للزمان ارجع يا زمان. انا بقى هكمل الكميه مع نفسي. متنسيش لو هتيجي تعملي اللي في الفريزر، انا مش عارفه انا قلت لكم ولا لا، انا نسيت، برضو تعملي نفس المنظر ده او الشكل ده او التركات دي، تخفقيها وبعد كده تحطي التوابل عليها. شايفه شكل الطبق عامل ازاي؟ يجنن. وكمان الاضاءه عندي للاسف وحشه والرينج لايت اصلا بايظ، فانا بصور على ضوء المطبخ بس. شايفه هشه ومش مكتومه ازاي ومحتفظه باللون الفستقي بتاعها. بس كده خلاص. قط فركش هايل يا فنان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.